إلى دول الجوار وإلى الإقليم الإسلامي وإلى الدول المحيطة باليمن. هناك مؤامرة عظيمة على اليمن، هناك تغيير للمناهج، هناك تحريف للعقائد، هناك جرف للهوية، هناك تلاعب بالتاريخ، هناك أعمال عدائية، هناك مؤامرة على الجيل القادم الذي سيحل محل هذا الجيل ليكون جيلا لا ينتسب إلى ماضيه ولا إلى عقيدته ولا إلى سلفه ولا إلى دينه ولا إلى عروبته ولا إلى مكارم أخلاقه ولا إلى تاريخه المشرق. لا يحفظ حرمة لجار ولا لقريب ولا لبعيد، وإنما يساق ويجند ويوجه توجيه من أعداء الإسلام ومن المنافقين ومن أهل الشر الذين لا يريدون باليمن ولا دول الجوار ولا الإقليم خيرا. فتيقظوا وتنبهوا، إذا تركتم اليمن واليمنيين للمؤامرات والمكر الكبار وكيد الليل والنهار فأنتم أول من يضيع، أنتم أول من يضيع. فربما كنتم الهدف الأول ويعد من يعد من اليمنيين ليكون سهاما في نحوركم وليكون نيرانا تحرق بلدانكم وليكون غصة في حلوقكم وليكون عونا للأعداء عليكم. مع أنه ولله الحمد لا زال في اليمن من العلماء والقادة والعقلاء وولاة الأمور والوجهاء والرجال والنساء من هو على العهد، من هو ثابت على دينه، قابض على الجمر، صابر على قلة ذات اليد، صابر على المعارك والمطاحن الاقتصادية والأزمات العظيمة المدمرة المزلزلة، صابر على انقطاع الكهرباء وقلة الدواء وقلة التعليم وقطع الطرقات، صابر على الجوع، صابر على الحصار، صابر على الغلاء، صابر على تدهور المعيشة لأجل دينه وعقيدته، فلله درهم وعلى الله أجرهم. فيا دول الجوار والإقليم، إنما المؤمنون إخوة، وإنما أكلت يوم أكل الثور الأسود. افهموها جيدا، وعوها جيدا، وإلا سيندم الكثير بعد فوات الأوان ويوم لا ينفع الندم.